بعدما حسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش موضوع عيد الأضحى في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري، اتجهت الأنظار صوب القطيع وعدد الرؤوس المخصصة لتزويد السوق الوطنية بالأضاحي التي يتوقع أن تكون أسعارها ملتهبة بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها غلاء الأعلاف ومضاعفات الجفاف. في هذا السياق، كشف محمد جبلي رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي أن رؤوس الأغنام هذه السنة متوفرة بشكل جيد، معتبرا أن المشكل يكمن في قلة أعداد الخروف الصغير الذي يتراوح وزنه بين 4 و 45 كيلوغراما. وقال جبلي إن الخصاص الموجود في هذا الحجم من الأضاحي التي تقبل عليها الطبقة الوسطى بالبلاد سيتم تعويضه عبر الاستيراد، موردا سنقوم بتعويض هذا النقص بالمستورد، مبرزا أن النقص الموجود في الخروف الصغير مرتبط بعامل الزمن، إذ إن المدة التي تضع فيها النعاج مواليدها هي شهر يناير، وبالتالي من الصعب أن يصبح الخروف جاهزا في يونيو ويبلغ الوزن المطلوب من 40 إلى 45 كيلوغراما، لكن بالنسبة للأغنام فهي متوفرة، مؤكدا أن الأثمنة خلال هذه السنة ستكون مرتفعة لأن الأعلاف ثمنها ارتفع بنسبة 30%. بخصوص عدد الرؤوس التي يتوقع أن تستوردها الفيدرالية للحفاظ على استقرار أثمنة الأضاحي، قال جلبي إذا كان الطلب كبيرا قد نصل إلى 100,000 رأس، مشددا على أن الفيدرالية ستقوم بدورها في حالة ارتفاع الأسعار بإدخال أغنام خارجية من أجل ضمان استقرار السوق. أما بشأن الوجهة التي يتوقع أن تزود المغرب بأضاحي العيد، فأبرز رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي أنها واحدة، وهي إسبانيا، لأنها الأقرب والأحسن والأجود للمغرب.